السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مرة بتعملي فيها البانيه وبيطلع مش مظبوط معاكي والكفر الخارجي بيفك منك في الزيت ونفسك يظبط معاكي علشان الشكل يبقى حلو وكمان الطعم يبقى احلى، تعالي معايا النهاردة نشوف عملنا البانيه ازاي وكمان ازاي نعرف نظبط التتبيلة بتاعته. عايزة اقولك اوعدك كل اللي هياكل من ايدك البانيه ده هيسألك عاملاه ازاي. اول حاجة عندي نص كيلو من البانيه او ازيد شوية، غسلته غسلة كويسة جدا، نقعته بمية وخل وملح وليمون، شطفته وسبته يصفي المية. القطع كان حجمها كبير جدا فانا حبيت اقسم كل قطعة على جزئين. لو انت حابة تسيبي القطعة بنفس الحجم براحتك مفيش مشكلة. شايفين سمك البانيه كده؟ سمكه جميل جدا، لا هو رقيق ولا هو سميك. ما ترققيش اكتر من كده عشان ما يتحرقش منك، وكمان ما تسيبوهوش سميك قوي عشان بس يستوي حلو. شايفين حجم القطعة ما شاء الله جميل جدا، كمان سمكها جميل. خلاص كده جهزت البانيه وقطعته كله بالشكل ده، دلوقتي هنركنه على جنب. بوريكم هنا حجم القطعة. في طبق او في بولة عندك هنضيف بيضة، وبيضة واحدة كافية جدا لنص كيلو من البانيه. عايزة اقولك الطريقة دي اقتصادية وموفرة جدا. كمان ضفت ربع كوباية من الحليب. البهارات عندي كركم، عندي فلفل اسود، عندي 7 بهارات، عندي بهارات فراخ، عندي بصل وتوم باودر، كمان عندي معلقة ملح. البهارات دي كانت كتيرة فانا هقلبها كويس جدا مع بعض وهاخد منها معلقة كبيرة. نرجع تاني زي ما قلتلك الطريقة دي موفرة جدا، بدل ما تحطي البيض في طبق وكمان الحليب في طبق، لا الطريقة دي طريقة سريعة وجميلة جدا، واوعدك هتاكلي احلى بانيه بالطريقة دي. هناخد معلقة كده كبيرة من البهارات اللي احنا عملناها دي. كمان هنضيف عصير نص ليمونة بس، وما انصحكيش تكتري في عصير الليمون اكتر من كده عشان بس البانيه ما يتحرقش معاكي، لان كتر عصير الليمون بيخلي البانيه يتحرق بسرعة وما يستويش. فهو كان نص ليمونة كافي جدا. هنقلب كويس جدا لحد البيضة ما تمتزج مع الحليب. وخلاص كده الخليط بقى جاهز، دلوقتي هننزل بالبانيه. وهنقلب البانيه كويس جدا بحيث تتأكدي ان كل قطعة من البانيه اتغلفت بالخليط السائل. وخلاص كده هغطيه وهدخله التلاجة وهسيبه ساعتين. لو انت حابة تبيتيه في التتبيلة من بالليل براحتك مفيش مشكلة، بس انا كنت مستعجلة وسبته ساعتين بس. بعد الساعتين هنجهز الخليط المواد الجافة. هجيب اي طبق كبير عندي او صينية بالشكل ده زي ما انا استخدمتها بالشكل ده. هحط فيها كوباية من الدقيق، كمان كوباية من الفيجيتار او البقسماط الناعم. هنضيف عليه نص معلقة بس من الكيك شيف او البيكنج باودر، وما تكتريش اكتر من كده عشان الكفر ما يقعش من على البانيه. شايفين؟ يعني اقل من نص معلقة. كمان هحط معلقتين كبار من النشا. وهاخد كده حوالي نص معلقة من البهارات اللي احنا كنا عاملينها للخليط السائل. وهقلب كويس جدا. ودلوقتي هناخد قطعة البانيه وهنغلفها بالدقيق بالشكل ده. وعايزة اقولك على ملحوظة مهمة جدا، ما تعمليش قطع البانيه وتركنيها هتلاقيها عملت كتلة من العجين. اعملي كده على قد بس الطاسة اللي انت هتحمري فيها، سواء هتشيل 5 قطع او 6 قطع اكتر او اقل حسب الطاسة اللي انت هتستخدميها. كل ما تعملي كمية بالشكل ده تحمريها على طول بس عشان ما تعملش طبقة عجين على البانيه. شايفين انا بضغط بايدي بالشكل ده. وخلاص كده البانيه بقى جاهز معايا، دلوقتي هنروح نحمره مع بعض. طبعا هخلص الكمية اللي انا هروح احمرها، سواء 4 قطع او 5 قطع. ودلوقتي عندي طاسة على البوتاجاز حطيت فيها كمية من الزيت. سبت الزيت طبعا سخن الاول، ودلوقتي هننزل بقطع البانيه. الطاسة اللي عندي كانت بتشيل حوالي 3 قطع او 4 قطع حسب قطعة البانيه. انا طبعا متبلتش في الدقيق غير ال3 قطع دول بس. وهطلعهم وهرجع اكمل باقي الكمية. خلاص كده البانيه شايفين لونه جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. ما اتحرقش بسرعة، وعايزه اقولك مستوي جميل جدا. وده علشان بس ما كترناش عصير الليمون، لو انت كنت كترت عصير الليمون حطيتي اكتر من نص ليمونة كنت هتلاقيه اتحرق بسرعة وما استواش من جوه. شايفين كده لونه جميل جدا، والتسوية بتاعته كانت خطيرة. خلاص كده هطلعه طبعا على مناديل مطبخ عشان لو في اي زيت. وهكمل الكمية كلها بالشكل ده. وخلاص كده بعد ما خلصت الكمية كلها عايزة اقولك كان مقرمش وجميل جدا.
كمان من جوه كان طري بصراحة، عجبهم جدا. اتمنى ان شاء الله تجربي الطريقة وتعجبك. اتمنى لو الفيديو عجبك لايك كتير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها. ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. شايفين الكفر ما شاء الله ما وقعش، متماسك جميل جدا. البانيه من جوه مستوي زي الفل. اتمنى تجربي الوصفة وتعجبك واشوفك في فيديو جديد وباي.